ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. Par Sa Majesté le Roi. Cette visite devait être l'occasion d'un très large échange de vues dont le président Farhat Abbas souligne devant la presse la particulière importance au moment où le problème algérien entre dans une phase décisive. À l'issue de leurs entretiens, les membres du gouvernement algérien se sont joints au souverain pour la célébration de la prière solennelle du vendredi. Une réception a été offerte au ministère des Affaires étrangères où de nombreuses personnalités ont tenu à exprimer leur solidarité au président du gouvernement algérien et à la cause qu'il ne cesse de défendre. قدمت فرنسا عرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية، وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. إن المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والملك محمد الخامس كانت تنص على أن يتم تعليق قضية الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال. ثم وقت الثورة الإخوة المراكشين والله كانوا في جنبنا يعني وعملوا المستحيل يعني في والملك محمد الخامس لا ننسوا أبدا، ما في جزائري لا ينسى يعني يذوب بيض علينا. ثم وقت الثورة